انا ما كنتش اتخيل ابدا ان المكان مشرف قوي كده للمصريين. ولادنا المصريين في 60% منهم مصابين بالمرض ومش عارفين نعالجهم. يا ريت اخواتنا المصريين كلهم يساعدوا بعض والمكان يكمل وكل اطفالنا يتعالجوا في المستشفى وتوسعات المستشفى الجديده ان شاء الله. انا سعدت النهارده بوجودي في هذا المكان والصرح الطبي الكامل المتكامل اللي بيقدم خدمة علاجية لشباب المستقبل، شباب المجتمع اللي جاي. أطفالنا المرضى هم الاستثمار الحقيقي بشفائهم وبصحتهم لبلدنا ولمجتمعنا في الجاي. بوجه رسالة لكل مواطن حتى لو دخله بسيط جدا انه لازم يتبرع لهذا الصرح الطبي. بصراحه اللي شفناه النهارده في مستشفى 57 لعلاج سرطان الاطفال فخر لكل مصري بينتمي لهذا البلد. واللي انا شفته النهارده بصراحه من تضحيات يعني يتساوى مع التضحيات اللي بتبذلها رجال المفرقعات من تقديم ارواحهم فداء للبلد ولمكافحه الجرائم اللي بتحصل. فنرجو ان الناس كلها تساهم وتساعد زي ما الناس هنا فعلا بتشتغل وبتساعد في انجاز هذا العمل.